بحلقش بقالي يجي 5 أيام مثلا ولا ممكن أسبوع. كنت حلقت آخر مرة بعد الفيديو الأخير هنا بالماكس دي اللي كنت عملت عنها الفيديو المرة اللي فاتت، بس هي بهدلتني الدنيا هنا لأن كمان حلقت عكسي، بس هي كانت حلقتها كويسة يعني، بس خليها زي ما قلنا المرة اللي فاتت. النهاردة بقى هنتكلم عن خمسة سيفتي ريزور أو 6 أو 7، يعني مش عارف بصراحة يعني نحسبهم إزاي، بس أنا مثلا هحسبهم كده، حاسب إن دول يعتبر واحد لأن هما الاتنين من لورد وسهل إن أنت تلاقيهم يعني في أي حتة. واللي هنا ده كنت عملت عنه فيديو قبل كده يعني بالفعل، ف ممكن ما نجربوش المرة دي، وممكن نستعرض برضو أو نجرب السيفتي ريزورز اللي بتبقى موجودة في أسواق ومحلات الأنتيكات. دول سهل تلاقيهم. اللي هنا ده يا جماعة مش صدى، هو ده اللي هنا ده نحاس 100%، قطعة نحاس تقيلة ما بيمسكش في المغناطيس يعني أو كده، وده بصراحة ممتاز، علقت بيه أكتر من مرة. وده أنا كنت جايبه عشان خاطر مكتوب عليه هنا ميد إن بالستاين، حاول أظهرها يعني. ميد إن بالستاين. واللي هنا ده كان ناست، براند ناست عليه هنا البتاع ده اسمه ايه، عليه التمساح المطبوع بالنص ده، فده كمان ممتاز بصراحة جدا. وفي برضو طريقة تانية ممكن تجيب بيها سيفتي ريزور يكون محترم وكويس، وهو انك لو جدك عايش ربنا يديله الصحة، او مثلا والدك مثلا ممكن تسأله، ممكن يبقى عنده حاجة زي كده وهو شايلها ومش بيفكر فيها اصلا، فانت تقول له ان انت عايز تجربها وكده. مكنة الحلاقة دي بتاعت والدي الله يرحمه، واول حد كنت بشوفه بيستخدم سيفتي ريزور كان جدي. كان بيستخدم سيفتي ريزور شبه كده شويه، كان شكله مرعب، كان السنون بتاعته دي كنت بحس ان انا من مجرد بس ان انا اشوفها هتعور يعني. فسهل ان انت تجيب حاجه زي كده من سوق انتيكات او محل انتيكات، لو عندك محل انتيكات مثلا في منطقتك او حاجه، لو انت مثلا في اسكندريه او بورسعيد، في القاهره برضه، انا من القاهره يعني عادي بلاقيه في اماكن كتير وفي اسواق كتير. وده انا مش هجربه. المكنه الحلاقه دي ممكن تكون عرفتها البشريه يعني، مش كسيفتي ريزور، كشيء اصلا تحلق بيه مش ممكن. بشع بشع بشع، خامه ارضى من ما يمكن. هو اللي هنا ده حديد عادي بيمسك في المغناطيس بشكل مش طبيعي، وده من هنا لحد هنا الجزء ده كده كله، الجزء ده، وهي اصلا اليد بتاعته بتتفك، ودي حاجه انا يعني ما اعرفهاش بصراحه وما سمعتش عنها في مكنه الحلاقه السيفتي الادجستبل. ده هنا المفروض ان انت تقوم جاي ايه، لاففها كده من هنا، يقوم فاتح الباب اللي فوق ده عشان تحط الموس بتاعك. بس هو بشع. اللي هنا دي الحته اللي فوق دي كلها كده بلاستيك وخفيفه يعني. ممكن اوزنها بعد الفيديو، بس هي ما تعديش ما تجيبش 10 جرام. ودي تقيله، وزنها مش وحش، بس هي حديد. بعد فتره متاكد 100% ان هي هتصدي. ومعرفش بصراحه المستورد او اللي راح الصين وقال لهم يعني ان هو هياخد من دي كميه وهيوزعها في السوق، مش عارف كان بيفكر في ايه يعني. متاكد ان دي مش واقفه عليه مثلا ب5 جنيه مثلا. جبتها من على امازون مش فاكر 100 110 130 حاجه زي كده، بس بشعه يعني. حتى انا ما جربهاش، انا جايبها بس عشان اتكلم عليها هي قد ايه سيئه. دي انا كنت شفتها قبل كده في العتبه يعني، بس كانت وحشه قوي. طبعا كانت ارخص بكتير هناك يعني. فطبعا المكنه دي مش هنلحق بيها ولا مره، هي دي بس يعني، ما الا ان هي
عبرة. يعني كل ما نيجي نتكلم عن مكنة حلاقة سيئة هنجيب سيرة مكنة الحلاقة. حاطين هنا عليها واحد كده ومشاور بقى كده وبتاع، شبه الممثل اللي هو بتاع فايت كلاب، مش اللي هو براد بيت، لا التاني بنسى اسمه، كان طالع برضه في انكريدبل هالك وفي ايطاليان جوب وبتاع، كان ليه كذا فيلم يعني. على يعني الراجل ده، على الراجل برضه اللي انا مش عارف اسمه، اللي هو بتاع هو يتكلم كده، ده اللي هو بتاع الحقيقة والسراب. طلع في مسلسلات كتير يعني. انا بحب يا جماعه المسلسلات القديمه، بحب مسلسلات التسعينات والالفينات جدا. هنجرب بقى المكنه دي، انا متحمس لها جدا من ساعه ما طلبتها. طالبها بقى لها بتاع اسبوع مثلا ولا حاجه عندي، بس انا الاوان ان احنا نجربها النهارده. هي شكلها حلو جدا، وزنها حلو جدا. شركه فيزر، شركه او براند ياباني ممتازه بصراحه. ومعاها هنا جوه اتنين موس فيزر. انا كنت هموت واجرب الفيزر ده بقالي كتير جدا، بس ما كنتش لاقيه. بس حد قال لي في الكومنتات يعني ان هو موجود عند شركه اسمها موزون مصر. بس هم دي عندهم سعرها كويس جدا وسعرها مظبوط وحلو وكل حاجه. بس المواس لوحدها، لو انت هتطلب مثلا علبه مواس جواها، دي بيبقى جواها 5 وفي من اللي جواها 10، بس ما بيبيعوش اللي جواها 10 لوحدها، بيبيعوها دستة كده على بعضها، وبيبيعوها غالي جدا يعني. فانا بصراحه، ودي برضو بيبيعوها اغلى من ما بتتباع كدستة او كارت كامل لوحده او كده يعني. مش عارف اشرح ولا لا، اتمنى كده. الجو ابتدى يحرر. ماشي، خلينا نحلق وممكن نتكلم اثناء الحلاقه. نتفرج كده من ورا. يعني نشوف بقى خامتها، هنشوف خامتها وهنشوف وزنها بقى والكلام ده كله. وزنها تقيل، والعلبة كمان محترمة كده وتقيلة. ودي علبة المواس اللي جوه شبه التانية بالظبط، بس هي مش مكتوب عليها. المفروض يبقى مكتوب هنا أو هنا إن هي فيها 5 أو 10 أو كده، بس هي هنا مش مكتوب عليها. غالبا جواها 2 حسب يعني ما شفت قبل كده، بيبقى محطوطة في البتاعة دي. مش عارف هتفيد أي حد الكلام ده أصلا ولا لأ، بس بنحاول ننقل التجربة يعني. بس العلبة حلوة جدا عجباني. ودي المكنة، الحتة اللي هنا دي بلاستيك، واللي هنا ده المفروض ان هو ستينلس ستيل، ما بيمسكش في المغناطيس. ممكن برضه نجربه. ده ماسك في المغناطيس جامد اوي. ماشي، الحتة اللي تحت دي حديد، وده بقى من هنا واللي فوق ده هنا كده كله ستينلس ستيل. بس اي حاجة هنا لونها اسود هي بلاستيك، بس بلاستيك حلو يعني، بلاستيك محترم. المفروض ان انت بتفتحها كده من فوق، تحط هنا موس وتقفل عليها، شبه المكنة اللي هي الأسطرة اللي هي بتاعت والدي. مش شبهها يعني بالظبط، هي شبه ان هي بتتفتح كده، بيبقى اسمها باتر فلاي او اسمها ايه، تويست اوبن. المهم هنجرب المكنة دي، وهنجرب جل حلاقة جديد من اولد سبايس. ده برضو مش منتشر قوي يعني. كنت جبته متهيألي من امازون، كنت شفته اصلا بالصدفة. كنت فاكر بقى ان انا عملت عليه سيرش قبل كده، ما لقيتوش يعني، فشفته كده بالصدفة من غير ما اعمل سيرش ولا حاجة، ولقيته يعني. فطلبته، وكان المفروض ان هي السنت بتاعته او الريحة بتاعته اوريجينال. معرفش اوريجينال ده اللي هو ريحته ايه. انا جربته يعني، بس ما عرفتش احدد ريحته ايه. ريحته عاملة زي الصابون العادي اللي هو بتاع الايد. هبقى احط شكل الصابونة اللي ريحته عاملة زي ريحة البتاع ده بالظبط يعني. صابونة عندنا بيستخدموها في البيت يعني.
وهنجرب فرشة الحلاقة دي. كان حد برضه قال لي في الكومنتات على مكان اسمه منذر التركماني، والفرشة دي كويسة جدا. اللي هنا ده خشب مش بلاستيك، والحتة اللي فوق دي أنا مش متأكد بصراحة إذا كانت ألومنيوم أو ستينلس أو حديد أو بلاستيك، مش عارف، بس هي ساقعة عن باقي أي حاجة يعني. نفس سقوعية لما بتيجي تحط هنا كده إيه معدن كده أو حاجة، بس أنا لسه برضه مش عارف أحدد هي بلاستيك ولا إيه. هنجرب النهاردة المكنة دي والمكنة بتاعت لورد اللي هي احنا جربنا حاجة شبهها قبل كده، بس هنجرب دي عشان شبه الفيزر برضه. ده شكلها وده المكتوب عليها في الظهر. يعني بيتهيألي ده هنا الموديل بتاعها أو حاجة، اسمه S625-1. مكتوب عليها إن هي ميد إن ايجيبت. البتاعة دي كانت ب40 جنيه، والمكنة الحلاقة اللي كنت وريتها لكم من شوية دي 300 وحاجة. طبعا يعني أتمنى يعني يكون في حاجة أحسن من الكلام ده كله، وتبقى أغلى شوية مفيش مشكلة، بس تكون متوفرة. ممكن من 3 سنين أو حاجة زي كده كنت اشتريت جيلت كينج سي جيلت، كانت ممتازة جدا بصراحة، وكان سعرها حلو. كان من 3 سنين جبتها 600 650 700 750 حاجة زي كده، من 600 جنيه ل 800 جنيه، يعني مش أقل من كده ولا أكتر من كده، بس كانت تحفة. بس أنا اديتها لواحد صاحبي. هنا دي المكنة دي بيجي معاها 5 تقماص بلاتينوم. يعني انت لو مش بتحلق بنوع المكن ده كتير، يعني ممكن تجرب البلاتينوم ده، لان هو سمعت ان في ناس بيعجبهم يعني البلاتينوم ده، بس هو مش بيجي مع وشي خالص. بحس ان هو بيبهدل لي وشي وبيعمل لي التهابات، وبحسه بيشد الشعر بالنسبة لي. بالنسبة لناس تانية لا، بيعجبهم بتاع ده. يعني ده شكل المكنة من جوه، شبه التانية بشكل كبير اللي كنت عملت عنها فيديو قبل كده، اللي هي دي. بس انا بالنسبه لي دي احلى، لان هي كلها 100% الومنيوم، ودي برضو البتاعه دي كلها الومنيوم في بلاستيك. لما بحطها على المغناطيس، عندي هنا مغناطيس بس مش ملزوق في الحيطه، مش عارف اجيبه، ما بتمسكش خالص. بس طبعا اليد بتاعتها يعني في فرق طبعا بينها وبين دي هنا 450 جنيه متهيألي أو 500 جنيه، مش متأكد، بس هي أصلا يعني $10 $15 حاجة زي كده يعني. فهو سعرها كويس يعني في مصر يعني. لكن العلب بتاعت الليمون سعرها غالي جدا. ده هنا كده ايه شكلهم في الإيد. نفس الطول غالبا وشبه بعض بشكل كبير، بس هي هنا دي تحس إن هي وزنها متوزع صح يعني. وأنا ماسكها كده هي طبعا أتقل من فوق، البالانس بتاعها يعني مش أحسن حاجة في الدنيا. لكن اللي هنا دي يعني أنت لو مسكتها من هنا تحس برضه إن هي إيه عايزة تقع يعني، هتقع يعني. لا، ودي تحس إن هي إحساسها كده في الإيد أحسن. يعني دي تحس إن هي بتقع كده، تحس راسها تقيلة وعايزة تقع، لكن دي وزنها مظبوطة كده وممسوكة في الإيد حلو. في عندهم موديلات تانية بس طبعا أغلى كتير جدا. احنا بقالنا ربع ساعة بنتكلم، محتاجين أنا اللي بقالي ربع ساعة بتكلم، محتاج أشهل شوية وأحلق يعني. أحلق الجنب ده بفيزر والجنب ده بلورد. دي الفرشة دي سنتاتيك مش شعر طبيعي. كان سعرها مش فاكر 60 جنيه 65 جنيه 70 75 حاجة زي كده يعني، من 60 ل80 مثلا، حاجة في الحدود دي. على خامتها بصراحة وبالنسبة لسعرها يعني هي كويسة جدا. دي كمية المعجون اللي حاططها قد اللي بتحطها كمعجون سنان مثلا أو حاجة.
بعد ما تحطها هنا ايه توزعها كده عشان ما تقعش بسهولة يعني. طبعا عمالة تطرطش وتبهدل الدنيا بس. ماشي، محتاجة تتبل تاني. هي ريحتها بالظبط زي الصابونة اللي أنا بقول لكم عليها، اللي أنا مش فاكر اسمها، كان مش عارف لاكس متهيألي أو دورو، أو صابونة مشهورة يعني. بس في ريحة بالأخص في الشركة دي نفس الريحة بتاعت معجون الحلاقة ده. لما استخدمت المعجون ده المرة اللي فاتت كان حسيته بينشف شوية، عملت كمية فوم محترمة، ممكن يعني أكمل أعمل فوم أكتر من كده. طيب هنستخدم بقى في مكنة الحلاقة ده عشان تبقى المقارنة عادلة. مش عارف أصلا إذا كانت المقارنة عادلة ولا لأ، يعني أنا بقول لكم في واحدة 30-40 جنيه وواحدة ثانية ب 450 أو 500 أو حاجة زي كده. بس يعني هنحاول نخلي المقارنة عادلة بشكل كبير، فمش هنستخدم أمواس مختلفة فيهم، هنستخدم نفس الموس، هنستخدم الفيزر اللي أنا عايز أجربه من كتير. هفتحه بقى. تمام، يعني دي تقوم إيه سايقها من فوق في حتة كده، هي شبه الدرج أصلا هي كلها، وفي درج تاني كده تحت المفروض بتخزن فيه الأمواس اللي انت حلقت بيها، يعني عشان ما ترميهاش في حتة. ده كده موسين، موسين زي ما قريت يعني. هنحط بقى الموسين في المكانتين، الموسين في المكانتين. مش عارف، انا حاسه تقيل شوية، حاسه تقيل عن الموس التانية العادية. مش عارف إذا كان الموس نفسه هو اللي تقيل ولا الورق تحسه تقيل شوية. دي أول مرة أستخدم فيزر عامة، ده لسه بستكشفه يعني. الورقة نفسها بتاعت الموس تقيلة، ده الموس مش عارف، حاسه أتقل برضه شوية. حاسه أتقل من الموس العادية. مش بقول إن هي حاجة حلوة أو حاجة وحشة، بس بقول إن هي حاجة أخدت بالي منها يعني. هنفتح بقى المكنة دي كده، يتفكوا من بعضهم. دي هنا على هنا. في حاجة برضه خدت بالي منها، مش عارف هتبان في الكاميرا ولا لأ، بس الموس طالع من ناحية أكتر من ناحية، وتحسه كده إيه من هنا طالع أقل، فتحس الموس مش مظبوط جوه المكنة يعني. دي حاجة مش لطيفة. بس هنجرب برضو حلاقة الموس. أنا الموس ده أنا كنت حلقت بيه فترة برضو قبل كده مش صغيرة، كتجربة يعني. بس أنا الأكتر ده أكتر مكنة حلاقة أنا استخدمتها يعني من ساعة ما طلع لي ده. ممكن أكون استخدمت اللي هو المكنة بتاع جيلت اللي هو الديسبوزبل ده، استخدمته مرات قليلة، واستخدمت مكنة الحلاقة دي فترة أكبر يعني من حياتي. ده هنا كده شكل المكنة التانية، هي بتلفها كده مفتوحة، تحط جواها الموس بتاعك وتقفل.
أي موس ينفع في المكان ده يا جماعة، اللي هو الموس اللي هي اسمها دبل إيدج فيزر على اليمين. أول مرة أحلى بموس فيزر. هو بيحلق، أنا مش حاسس أصلا إن هو بيشيل الشعر خالص، مش حاسس بإحساس الموس على الوش خالص، وبيشيل بطريقة سلسة أوي يعني. الجزء ده بقى وبعدين مش بتتسد. المكنة دي مش بتتسد متهيألي بسهولة، وبتنضف بسرعة. يعني مجرد بس ما تمشيها كده في المية تنضف على طول. طبعا يعني هي إحساسها مش بقول يعني إن هي أحسن حاجة في الدنيا، بس بقول إن هي كحاجة يعني تبتدي بيها، وسعرها مش غالي مقارنة بجودتها يعني، فهي كويسة يعني. دي هنا اللورد. حاول تجرب أمواس كتير، ممكن تجيب مكنة حلاقة واحدة تكون كويسة، وتجرب بقى أنواع أمواس كتير. مش كل أنواع الأمواس بتمشي قد بعضها عند كل الناس، ما شالتش قد الناحية التانية طبعا، برضه ممكن عشان لسه ما عرفتهاش بشكل عريض. أنا مش عارف أحكم عليها بسرعة، بس هي مش عارف الصوت باين ولا لأ، بس هي يعني تحس إن هي بتعمل سكريبنج للوش أو للشعر يعني. بس هي حلوة طبعا يعني، بالنسبة لسعرها طبعا هتديلك نبذة كبيرة جدا عن طريقة الحلاقة دي. حلوة بالنسبة لك ولا لأ؟ يعني أنت ب40 جنيه أو 50 جنيه أو يعني بأقل من 100 جنيه يعني هتجيب مكنة حلاقة مش وحشة، أضمن لك يعني هي تديلك تجربة حلاقة أحسن من مكان تاني أغلى منها بكتير. مش بتشيل بسرعة قد الفيزر. الفيزر طبعا أحسن بشكل ملحوظ،
بس هما الاتنين حالين كويس يعني، مش بقول ان هي الفيزر احلى منها وان دي وحشة، مش وحشة يعني بالنسبة لسعرها. والفيزر برضه على فكرة يعني ما هياش غالية يعني بالنسبة للكواليتي بتاعتها نوعا ما، والزاوية بتاعتها والكلام ده كله، غير طبعا ان هي ياباني يعني والكلام ده كله، ومعاها علبة محترمة وكده، فالاتنين حلو كويس. بس كده خلصت الحلاقة، الرينج لايت مقطعش، انا قلت ان انا خلصت الحلاقة زي كل مرة. الحلاقتين كويسين جدا، بس طبعا هنا مكنة الفيزر بحس ان هي شالت الشعر بشكل اسهل، ما حسيتش باي شددان او باي، ما حسيتش باحساس الموس على الوش يعني، ما حسيتش ان في حاجة حامية بتقطع كده في الجلد او على الوش، فهي احسن طبعا يعني. فرق السعر والكلام ده كله لازم يفرق يعني. لازم برضه بعد ما بحلق بستخدم الشابة. المكان بتاع الورد فيه إحساس بنار لما بمشي بالشابة عليه. مكان الفيزر فيه برضه إحساس برضه بشكشكة خفيف بس محتمل يعني. وبرضه الناحية بتاعت الورد برضه محتمل، لأن فيه اسمه ايه، موس كويس محطوط، مش عارف فيه هنا زي التهاب أو حاجة، معرفش بسبب الورد ولا هو موجود من الأول. في هنا بقى ده مطرح ما علقت بالماكس 3، مش المرة اللي فاتت، مش في الفيديو، لأ بعد الفيديو كنت حلقت عادي و عمال بالتهابات جامد عشان حلقت عكسي. كل مرة بحلق عكسي وبقول آخر مرة مش هحلق عكسي وبتاع، بس لازم أحلق عكسي كل مرة. عدينا 30 دقيقة بس. دي كده حلقة النهاردة. ممكن برضو شطفة سريعة وتستخدم افتر شيف، او تستخدم مرطب، تستخدم مية ورد، استخدم مية الورد اللي عندك في المطبخ او هاتها من صيدلية. المهم يعني اعمل اي حاجة يعني، حط اي حاجة ترطب وشك وما تحسش ان انت وشك مشدود، لان الاولد سبايس ده بيبقى بحس ان هو بيشد الوش شوية. مش هتحتاج اكتر من كده يعني، حاجة بسيطة. بس كده تحس ان انت وشك ارتاح و احساسه كده فريش وحلو، غير لما طبعا تسيب الدنيا كده خالص تحس ان انت وشك مشدود جامد. بس خلصنا حلقة النهارده وجربت المكنة اللي انا عايز اجربها بقالي كتير، مش عايز اديها يعني رقم من 10، مش بعرف اعمل الموضوع ده. عملت قبل كده فيديوهات قبل كده، بس حسيت ان هو مش اكيوريت يعني كفايه. ف حلوين الاتنين حلوين. مش عارف يعني هل تجيب الفيزر ولا لا. هاتها حلوه، مش هتحس باحساس المكنه وهي بتحلق. اللورد لو انت اول مره تستخدم سيفتي ريزور ممكن تجيب حاجه زي كده، بلاش تجيب اللي هي دي اللي انا حلقت بيها النهارده. بلاش تجيب دي اللي هي اللورد دي، باين اسم اللورد مكتوب فوق هنا كده لورد. بلاش تجيب دي، هات دي احسن منها. غالبا مفيش فرق كبير، هو بس في اليد بتاعتها اعتقد، مش متاكد. ممكن نبقى نعمل او يعني اعمل مقارنه دقيقه اكتر من كده في مره تانية. بس دي طبعا هي هتدي لك نبذه كبيره جدا
عن طريقة الحلاقة دي، وهل هي مناسبة ليك ولا لأ. بس كده، أشوفكم لما دقني تطول.